فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. للزميل الأخضر بالريش. مشاهدينا الكرام متابعي بين سبورت أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الجولة الختامية والجولة السادسة والأخيرة من منافسات مرحلة المجموعات في دوري الأبطال، المجموعة الرابعة للشامبيونز ليج الافريقي هنا في فريق الزمالك. في اول كوره اول خطوره، هدف سريع وهدف اول، هدف اول 12 ثانيه فقط، 12 ثانيه كافيه للزمالك لافتتاح التسجيل. مصطفى شبي امكانيه التصويب، ممتازه التمريره والهدف الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني للزمالك. بداية إيجابية جدا للزمالك في هذه المباراة على مستوى الهجوم. ناصر منسي أمام حيرة محمد مصطفى حارس أفريقيا المؤهلة لكان الكوت ديفوار. 2-0 لفريق الزمالك إلى حد الآن. كرة خطيرة والدفاع موجود في التغطية، حسام عبد المجيد. بعدين عبد الله نيمار، عرضية كرة خطيرة وهدف تذليل الفارق، هدف تذليل الفارق، هدف تذليل الفارق ماتيو زينيو. طويلة كرة خطيرة، رمضان عجب، والكرة يلمسها رمضان عجب، ذلل الفارق للمريخ في دقيقة 7. طويلة محمد الراشد، إمكانية الثالث للزمالك، إمكانية الثالث، ويرجع الدفاع، يرجع الدفاع يتمركز. طويلة كرة خطيرة الاستلام والهدف الثالث، يتصدى محمد مصطفى. لم تتجاوز كرة كانت خطيرة على فريق المريخ في انتظار الإعادة. كرة أولى والثانية يتدخل الحارس محمد مصطفى هنا من أحمد بالحاج، والانطلاق هنا. كرة لرمضان عجب، متابعة من سيد عبد الله. طويلة كرة لمصطفى شلبي، مصطفى زيزو هو من سدد الكرة فوق مرمى محمد مصطفى. ضربة مرمى لفريق المريخ، ركنية للزمالك، مرفوعة كرة وكرة باولو سيرجيو. طويلة كرة والرشلبي يتعدى عبد الله الجمعة، توصل كرة عبد الله الجمعة وما يتعداش محمد الراشد، والحكم قاعد يفقد توازنه. خطيرة كرة محمد أشرف روها، لو فقد توازنه ممكن كان يتحصل على ركلة جزاء ديال افريقيا. طويلة كرة ماتيو زينيو، توا الكرة والصبحي جاب الكرة لمحمد أشرف رؤى. خطيرة لفريق المريخ وتدخل من عبد الله، خطأ من حسام عبد المجيد. يرجع الدفاع ممتاز الونش، يرجع في التوقيت والمكان المناسب محمود الونش بعد خطأ في تمريرة. يتعدى احمد بالحاج والجزولي في انتظار طبعا التعرف على اللاعب. ما زالت الكره في مناطق الزمالك خطيره، وهدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل للمريخ عن طريق نوح الجزولي منذ البدايات وعلى غرار شوط المباراه الاول. هدف مبكر، هدف مبكر هذه المره، هدف التعادل للمريخ عن طريق نوح الجزولي. خطأ في عملية ابعاد كرة في دفاعات الزمالك، ضغط رمضان عجب، توصل كرة لنوح الجزولي، يخرج محمد صبحي ويحط الكرة في الركنية أكثر خطورة. براين أنغولو، طويلة كرة أقرب لمحمد زيزو، ممتازة التمريرة والهدف الثالث. ممتازة كرة أحمد بالحاج، ممتازة التمرير رمضان عجب، رمضان عجب قبله عبد الله ماتيو زينيو. التصويب مرة أخرى صبحي، الهدف الثالث باولو سيرجيو. يضغط المريخ والزمالك يقبل اللاعب، والمريخ ينجح في إضافة ثالث الأهداف، ياخذ أسبقية للمرة الأولى في المباراة بعد أن تأخر في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. المريخ يعدل ويأخذ الأسبقية
في شوط المباراة الثاني باولو سيرجيو. تألق حارس الزمالك محمد صبحي هذه التصدي. تمشي كرة لباولو داسوزا وضرب الشلبي يحاول يعدي والتغطية حاضرة لسيف جعفر عنده إمكانية التصويب وكرة ركنية. عدى السيد عبد الله نيمار يختار العرضية زيزو سيرجيو في الأدوار الدفاعية. عبد الله شومع وهدف التعادل. ممتاز الاستلام يتابع محمد مصطفى رصيد ناصر منسي بكرة ممتازة بالراس. يغالط محمد مصطفى بعد هذه العرضية من عبد الله شومة. يكتفي بالمتابعة في الشباك حارس المريخ محمد مصطفى لرصيد ناصر منسي. مع مودرة على مرمى محمد صبحي. يرفع كرة طويلة ناصر منسي. وتر الجماهيري والمعارضة من جماهير احمد عبد المقصود. شيكابالا وحرجوزولي مازالت الكرة باولو يتعدى مازن محمد الدين. باولو محمد صبحي كل الامتياز لحارس الزمالك محمد كابالا. التمهيد والاعتراض ومجموعة. هذه كرة الهدف الرابع سيد عبد الله السريعة ويرتكب الخطأ استحقاقاتها القادمة بعد الانسحاب من عام. ترجع كرة من محمد صبحي. كرة مازن محمد الدين. كرة بالراس قدم سيد عبد الله. عرضية زيزو سيلفا من جديد. سيرجيو رافائيل بدا قد 3 للزمالك و3 من جانب المرترف. رؤى ممتازة التمرير. هذا الرابع التصويب الهدف الرابع والهاتريك ناصر منسي. ثلاثية ناصر منسي في هذه المباراة. أضاع الكرة منذ لحظات وأسرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح يوم جديد كده عند البط المسكوف في الخليط. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله عليه. شايفين البط اهوت ما شاء الله فيديو عن فيديو بيكبر معايا. البط ده أنا كنت مربيه معاكم من عمر يوم بكل التفاصيل بتاعته، وكنا مخلطين له بدري من عمر اسبوعين زي ما حضراتكم عارفين. ما شاء الله ما شاء الله عليه. تربية زي الفل كده. طبعا واضح فيهم الذكر من النتاية جدا جدا في الشكل وفي الحجم. ومن هنا جت اللحظة اللي نقدر نختار منها الذكر والنتاية للبيض والركود. السلالة دي بتبيض وبترقد زي ما حضراتكم عارفين. النتاية بتوصل ل6 بطون في السنة. 6 بطون دي بمعدل حوالي 90 بيضة 95 بيضة. ده المعدل بتاعها تقريبا. وكمان ممكن تجيب 7-8 بطون ورا بعض من غير ما تريح. عند بعض البط عمل كده زي ما حضراتكم عارفين. وما شاء الله دي نتيجة مرضية جدا جدا بالنسبة لي. اللهم لك الحمد يا رب. طيب البط بيبيض كده كم مرة ورا بعضه بسبب ايه؟ بسبب اولا ان انا بقطف منه البط الصغير اللي بيطلع من عمر يوم. ما بسيبش البطة ان هي تربي البط اللي بيطلع. دي حاجة. الحاجة التانية بسبب وجود الذكر مع البطة.